السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد كمال في عن تجربة شخصية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم يهم كتير جدا منكم. هل النرجسيين والنرجسيات بيؤمنوا بربنا؟ طب علاقتهم بربنا عاملة ازاي؟ طب ده النرجسيين الخفيين والخفيات بيبقوا مواظبين على الصلاة، مواظبين، وكتير منهم في المساجد والكنائس. ايه علاقة النرجسيين والنرجسيات بربنا وشكلها عامل ازاي؟ بصوا يا جماعة، النرجسيين والنرجسيات هم خلفاء الشيطان على الارض، هم شياطين الانس. فموضوع علاقتهم بربنا ده بالنسبة للنرجسيين الظاهرين طبعا احنا عارفين هم ما بيصلوش، ولو حد فيهم كان بيصلي مثلا نزل جمعة، مثلا حد غصب عليه في صلاة جمعة ولا حاجة ولا في صلاة قداس، بيروح ان هو ينزل يصلي كده ويطلع يهزر من المسجد ومن الكنيسة، وتلاقيه يوم طالع على طول مولع السيجارة اذا كان مدخن مثلا ولا حاجة. فهو علاقته بربنا يعني مبنية على الاجبار، ان هو بيروح المسجد والكنيسة لظروف معينة وفي ملابسات معينة. راح مثلا راح عند اخوه الكبير، فاخوه نازل يصلي الجمعة، فمش معقول هو يفضل قاعد في البيت فيقوم نازل معاه، مع ان في اغلب الاحيان بيناموا، يعني بيناموا وقت صلاة جمعة وقت صلاة بتاع. فموضوع الصلاة ده عندهم يعني اجبار بالنسبة للنرجسيين الظاهرين. والنرجسيات الظاهرات في اول العلاقة بيك بيبتدوا ان هم يعني يبقوا، لو انت مثلا متدين ولا حاجة، احنا قلنا ان هي بتدي لك في اللي انت عايزه، فتبتدي ان هي تعمل ان هي بتصلي معاك ومواظبة في الصلاة، وتلاقيها بقى ليها اسدالها وليها مصلية الصلاة بتاعتها والكلام ده، وتبقى معاك دايما في موضوع الصلاة دوت علشان خاطر تديلك في اللي انت عايزه. فالنرجسيات الظاهرات بيبقوا في اغلب الاحيان يعني شغالين على النفخ والشفط والشد وجمال شفايفها وجمال عينيها، وتشيل التجاعيد اللي تحت العينين، وتشيل التجاعيد اللي ظهرت في القورة هنا والحاجات دي، وتشيل الحاجات اللي فوق الجفن دي. فهي موضوع الصلاة ده في اول العلاقة معاك وهي بتدي لك قصف الحب، لو لقيت ان انت متدين بتبتدي ان هي تتعامل معاك على اسمها ايه، بقت زيك وبقت بتصلي والكلام ده. تمام؟ طيب هي بقى نفسها، هي او النرجسي الظاهر علاقتهم بربنا ايه؟ النرجسيين الظاهرين والنرجسيات الظاهرين بيبقوا دايما واخدين من الدين الحاجات اللي هم عايزينها. زي ايه؟ ان ربنا غفور رحيم. غفور رحيم، بس انت ما بتصليش. لا بس ربنا غفور رحيم، ده ربنا هيغفر لنا كلنا في الاخره، هتبقى مفاجاه. لدرجه ان في مخيلتهم ان ربنا ممكن يوم القيامه كمان ان هو يغفر للشيطان نفسه، اللي هو سيدهم بقى، اللي هو القائد بتاعهم. دي نظره النرجسيين الظاهرين والنرجسيات الظاهرات بالنسبه للدين، نظره متدينه جدا. تمام؟ طيب لازم نعرف الناس النرجسيين الظاهرين دول، لازم تبقوا عارفين عنهم ان العلاقه بربنا بتبقى يعني علاقه سريه، بتبقى علاقه سريه. لكن الحلقه دي بناء على منظور العلم للشخصيه النرجسيه المضطربه، نظره كده جوه عقله وجوه فكره وجوه دماغه. الظاهر ده شايف نفسه اصلا ما بيعملش حاجه غلط، يعني مع ان هو كله غلط، لكن يعني مش شايف نفسه ان هو بيغلط. يعني بيعمل الحرام ويسكر ويشرب مخدرات ويروح كباريهات ويعمل علاقات محرمه مع نرجسي مع ستات، وبيعمل كل حاجه حرام وشايف نفسه عادي، يعني هلاهطه كده في نفسه، ونفسه دايما اماره بالسوء. يعني كل تفكيره ان نفسه يعني ان هو ما بيغلطش. حتى لو مسكتيه في خيانه يقول لك ما انت اللي قاعده عند مامتك بقالها اسبوع وانا راجل وليا احتياجاتي، هيبرر لك ومش هيعتذر ومش هيعترف بغلطه، هيطلع ان الغلط منك، اكنك انت اللي متفقه له مع الست اللي هي تيجي معاه البيت دي. ده بالنسبه للنرجسي الظاهر. النرجسيه الظاهره نفس النظام،
يعني حتى لو انت متدين تقول لك خلاص مفيش مشكله، ممكن ايه نشرب كاسين ولا سجارتين ولا بس بعد العشاء. ده اخرها، ده اللي هي شايفاه. لما تكون بتعمل علاقات محرمه، ولا تكون بتنصب على حد، ولا بتسرق حد، ولا بتعمل حاجه، هي مش شايفه ان ده حق طبيعي. شايفه ان هو عشان حد يكلمها، وعشان ان هي توافق ان هي تكلم حد اصلا، فهي من حقها ان هي تاخد منه فلوس. انت مش بتكلم اي حد. عشان ان هي تستنزف الراجل اللي معاها، هي شايفه ان ده عادي. شايفه ان ده عادي. فدي نظره النرجسيين الظاهرين والنرجسيات الظاهرات بالنسبه للدين وتصرفاتهم. بالنسبه للدين ولتصرفاتهم. طب نرجع بقى لنظره النرجسيين الخفيين والنرجسيات الخفيات اللي هم خلفاء الشيطان. نخلي بالنا ان الشيطان نفسه، الشيطان ذات نفسه ده كان نرجسي خفي. طب ايه دلائلنا على الكلام ده؟ الشيطان لو تتذكروا هو كان من الجن، ومن كتر صلاحه وتدينه وبتاع وكده، ربنا سبحانه وتعالى رفعه الى السماء مع الملائكه، بس اسكنه في مكان غير مكان الملائكه. فالشيطان نفسه كان نرجسي خفي. كان مسبح ومصلي وبتاع، وكان كويس جدا وبيذكر ربنا كتير وكل الكلام ده. وفي النهايه اول الغلطات على مستوى العالم كله، على مستوى الدنيا، على مستوى الحياه، من اول لما سيدنا ادم لحد نهايتها ومن قبل كده كمان، ان اول خطيئه في العالم حصلت هي خطيئه التكبر. لما تكبر ابليس انه يسجد لسيدنا ادم. ابليس الكبر اللي جواه، مش الكبرياء، الكبر اللي جواه هو اللي خلاه ما يسجدش، وخلاه ان هو يبقى واقف يعصي ويعصي كل العباد عشان خاطر يبقوا زيه، يبقوا مسواهم زي نفس مسواه بالظبط. فصفات ابليس نفسها صفات نرجسي خفي. خلي بالكم. اذا اكبر واخطر النرجسيين على مستوى العالم هم النرجسيين الخفيين. الناس اللي مالهمش ملكه ومالهمش ماسكه. خلي بالكم، هم اخطر الناس، لان دول بيبقوا متخفيين في الدين، في المثاليه، في الخجل، في التدين، في ان هم يعني غلابه كده في نفسهم، وهم من جواهم شياطين. طب النرجسيين الخفيين والخفيات دول بيصلوا. النرجسيين الخفيين والخفيات بيصلوا، لكن هم عارفين نفسهم من جواهم ان هم من الضالين، ان هم من الاشرار. فبيعملوا ذنوب كتيره جدا، ومحدش يعرفها غير مين؟ غير ربنا سبحانه وتعالى. وضحاياهم طبعا. تخيلوا بقى ان النرجسي الخفي ده والنرجسيه الخفيه نفسهم لوامه. يعني الظاهر نفسه اماره بالسوء، بيعمل حاجه وهلا هطه مش عارف ان هو بيغلط اصلا. الخفي ده بقى نفسه لوامه. يعني يجي بالليل قبل ما ينام بقى وهو قاعد مع نفسه كده، يبتدي ان هو يلوم نفسه على كل الحاجات وكل السيئات وكل الموبقات وكل الحاجات اللي هو عملها. يعني لما بيقعد مع نفسه هو عارف ان هو شرير، وان هو من الضالين، وان ربنا مش هيسيبه. خلاص، من جوه دماغه بيحاول يغير الموضوع، بيحاول يشغل نفسه. شفتوا بقى؟ هو يعني الخفي ده عذابه دبل. عذابه هيبقى دبل، لان هو عارف الصح وعارف الغلط وبيصلي. لكن هو بيصلي صلاة ليست صلاة من اجل التقرب لربنا سبحانه وتعالى نهائي. مفيش حد عايز يتقرب من ربنا يا جماعة هيعمل الحاجات اللي بيعملها النرجسيين الخفيين، من استغلال واستنزاف وسرقة ونصب واحتيال وزنا. النرجسيين الخفيين والخفيات عندهم موضوع الخيانة الزوجية ده، اي فرصة تجيلهم، اي فرصة واي حد، ولا بيعترفوا بقى. بصوا بقى، ولا بيعترفوا بمحارم، ولا بيعترفوا بالصح والغلط، وهم عارفين المصيبة. يعني الظاهرين دول بيبقوا عندهم ايه؟ تيجي تتكلم معاهم في الدين تلاقيه طيب انا بس مش عارفه ايه وبتاع، ماشي يا عم الشيخ. لكن الخفيين عارفين، وعارفين الصلوات كلها، وعارفين الاذكار. يقعدوا كده على الاذكار كده واحده واحده، يمسكوا السبحه ويقعدوا واحده واحده.
بالحبايه كده. ولما يبقى عندهم مشكله، عندهم بقى اي مصيبه، جلسه في محكمه بتاع الحاجات اللي هي بتخوفهم دي، تلاقيهم قاعدين يسبحوا وبتاع ويصلوا ويعيطوا دموع. كل ده علشان خاطر ربنا يعديهم من المصيبه بتاعتهم. لازم ان انتوا تعرفوا حاجه مهمه جدا، اللي بيصلي ده الخافي ده اخطر من الظاهر بكتير. اخطر من الظاهر ليه؟ لانه عارف انه لازم يصلي، وعارف القرب من ربنا ازاي، وعارف ان ربنا عذابه شديد، ويبقى سامع وفاهم. سامع وفاهم غير اللي مش عايز يسمع ومش عايز يفهم، ده غير ده خالص. ولازم تعرفوا حاجه، عشان لو حد قال لي ازاي ومش ازاي، يقينا يقينا بالله، لو انت عارف ربنا سبحانه وتعالى بجد، عمرك ما هتعمل الاساءات دي وتعذب ناس حواليك وانت عارف ان انت هتشيل ذنبهم. انت عارفه انك هتشيل الذنب ده، ذنب الخيانه وذنب الظلم وذنب الغدر وذنب السرقه وذنب النصب وذنب الاستغلال وذنب الاستنزاف وذنب ان انت تخشي على راجل تنصبي عليه، تخشي على واحد تاني عايزه تستغليه جنسيا، تخشي على واحد تالت عايزاه ان هو يشغلك مديره وبتاع ويسفرك معاه، تخشي على راجل تاني عايزاه يخرب بيته ويبقى معاكي ويتجوز على امرأة. انا بقول لكم وانا مسؤول عن كلامي، كل النرجسيين والنرجسيات خصوصا الخفيين والخفيات ملحدين، ما يؤمنوش بربنا. لا تنسوا قول الله سبحانه وتعالى: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى انت بتصلي وعارف ربنا وبتعمل كل المنكرات وكل الفحشاءات وكل البغي والزنا والنصب على عباد الله والنفاق والرياء. تبقى رايح المسجد كده، يبقى النرجسي الخفي ده رايح المسجد كده في الفجر وتلاقيه متعطر جامد قوي وهو داخل بقى عمال يبص يمين وشمال، مين داخل معاه، مين شافه، مين ما شافهوش، ويقول لك ده بيصلي. اقسم بالله اقسم بالله انا في حاله من الحالات موجوده عندي، اقسم بالله زوجها امام مسجد، بتقول لي: يا استاذ زوجي امام المسجد بيصلي الجمعه بالناس امام، ويتصلوا بيه على التليفون: يا بنتي اعملي مع زوجك كذا، يا ابني رفقا بالقوارير، يا بنتي طاعه الزوج من طاعه ربنا. وبقيت الاسبوع نايم عندي في البيت ما بيركعهاش. يا لهوي، امام المسجد؟ امام المسجد، ايوه واسس في الكنائس بيكلموا مراتات رجاله، وفي كذا حاله لو بحثتوا عنهم هتلاقوهم موجودين على الانترنت. الرجاله بتشتكي مش عارفين ياخدوا حقوقهم منه، مش عارفين ياخدوا حقوقهم من الراجل القسيس ده، المفروض ان هو قسيس اعتراف، وبيكلم الست وكلام، والراجل مسجل مكالمات ومسجل بتاع. كل دين فيه الصالح وفيه الطالح. اوعوا تاخدوا بالعبايه بالقفطان وبالمنديل وبالدقن، ما تاخدوش بالكلام ده، ما تاخدوش بالكلام ده. هم عارفين نفسهم ان هم من الضالين، عارفين نفسهم ان هم من المكذبين. هم دول ناقصين خفيين ونفسهم لوامه، لكن يغيروا الموضوع. وهنا نعرف ونتاكد ان الناس دي هم اللي اختاروا الطريق ده، هم اللي اختاروا الطريق ده يا جماعه، هم اللي اختاروا يبقوا كده. يعني كان قدامهم الاختيار ده والاختيار ده، اختيار الصالح والطالح. هم موقنين من كل حاجه بيعملوها، وربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، وما ربك بظلام للعبيد. اوعى تفتكر ان الصلاه بتاعتك دي اللي كلها نفاق ورياء وعشان الناس تشوفك ان ربنا هياخد بيها. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله والله مخادعهم. ربنا عارف كل حاجه، وهم نفسهم عارفين كل حاجه على فكره، الخفيين بالذات. بل الانسان على نفسه بصيره
ولو ألقى معاذيره. كل واحد عارف نفسه، عارف بيعمل صح ولا بيعمل غلط. فأرجو إن انتوا تفكروا كده شوية. هو الملحد ده ايه ماله؟ بيعمل كل الفحشاء وكل المنكرات وكل حاجة، مش معترف بوجود ربنا. مظبوط؟ مظبوط. طيب، آية في القرآن هي واضحة وصريحة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحدة بتصلي وماسكة الإسدال وبتزني وبتبص لمحارمها، عادي، ما عندهاش حاجة اسمها دين. القواعد، النرجسيين يا جماعة والنرجسيات كلهم بلا استثناء ملهمش قواعد ورولز يمشوا عليها، ملهمش أي مصلحتهم، وقواعدهم مصلحتهم بس. فأنا بقول لكم وأنا مسؤول عن كلامي ده، النرجسيين والنرجسيات، الظاهرين والظاهرات، والخافيين والخافيات، خصوصا الخافيين والخافيات، ملحدين ما يؤمنوش بربنا أصلا. واحد مؤمن بربنا وعارف ان في حياة دنيا، وعارف ان في حياة برزخ، وعارف ان في حياة آخرة هيتحاسب عليها على كل حاجة عملها، يعمل كمية الموبقات دي، ده كده خايف من ربنا؟ نرجع بقى لكلام النرجسيين الظاهرين: ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا رحمته ممكن تطول الشيطان. يقول له خش يا شيطان، يخش يا ابليس بقى الجنة. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ هو ربنا بياخد بالاونطة؟ ربنا ما بياخدش بالاونطة. فنستدرجهم، هنخليهم بقى يزيدوا في الطغيان ويزيدوا، عشان بقى يجوا بعد كده: تعالى بقى ادي الحقوق لكل اللي انت ظلمتهم دول، ادي الحقوق لكل اللي انت دوست عليهم دول وجبت لهم امراض، ادي الحقوق لكل الناس وكل الستات وكل اللي اتعذبوا، ادولهم حقوقهم، رد بقى الحقوق يا باشا، رد المظالم. يا ريت نكون الحلقة النهاردة استوعبناها كويس، وعرفنا ان الناس دي يعني نظريا كده هم ظاهريا من بره، ونظريا بيعملوا حركات. كل النرجسيين الظاهرين بيعملوا حركات، والخافيين بيعملوا حركات. دول حركات الشياكة والأناقة واللباقة والشياكة والواد الفت النت البت، ها، والتانيين بيعملوا المثاليين المتدينين فالحركات دي ما تخلش على ربك. ربنا يعلم ما في القلوب، عارف قلوبهم عامله ازاي، وعارف هم عملوا ايه. اسف لو كنت طولت عليكم. يا رب الحلقه تكون النهارده فادتكم، وعرفنا حقيقه النرجسيين والنرجسيات ونظرتهم لربنا سبحانه وتعالى، بيؤمنوا بيه ولا لا، ونظرتهم للدين عموما عامل ازاي. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ولو الحلقه عجبتكم يا ريت تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا شيرنج. جايز نعلم ناس لسه فاهمين واخدين على كلام الخافيين والصلاه والفجر والكلام ده، واهاليهم اللي بيجوا في وقت يدعموا النرجسيين، هم شايفين حد شيخ عشان نفيد غيرك. تذكر ان من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اشكركم جزاكم الله كل خير ان انتوا استمريتوا معايا لحد نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.